معادنا الليلة في المضحكاتي مع نموذج فريد في السينما المصرية وعالم الأبيض والأسود، مع المضحكاتي الجميل عبد السلام النابلسي في فيلم يوم من عمري. صورة واحدة لكن فيها إعجاز، صورتها وأنا منبطح على أرض المطار، الأقدام داستني في سبيل تأدية رسالتي التصويرية. تعال شوف المصيبة دي. قصدي أنا أخدتها توتالة. أنا أخدتها توتالة. العبقري يونس مصور الفوتوغرافيا اللي بيدور على فرصة بيطلع فيها فن ومواهبه المدفونة واللي محدش مقدرها. دي صورة من مجموعة صور نادرة الالتقاط، كل صورة أحسن من الثانية، لحد لما بتجيله الفرصة على طبق من ذهب لما بيروح هو والصحفي صديقه صلاح شوقي أو العندليب عبد الحليم حافظ عشان يستقبلوا نادية بنت المليونير الكبير أبو عجيلة اللي جاية من سويسرا. بس يا خسارة بتهرب ومش بيعرفوا يكملوا مهمتهم. أيتها السماء صبي غضبك على الأغبياء. لكن في طريق رجوعهم بيتعرفوا على نادية من غير ما يعرفوا إنها بنت المليونير، وعلى طول بيقع صلاح شوقي في حبها وبتترجاه إنها تفضل عندهم عشان ما عندهاش مكان تروح له. وساعتها بيجي عم يونس بكاميرته العبقرية عشان يسجل لهم أحلى ألبوم صور في اليوم الجميل اللي عاشوه سوا، واللي هيكون سبب بعد كده إن اللعبة كلها تتكشف والحقيقة تبان. تدفع كام؟ ولا بنت المليونير تاكل فول وطعمية؟ خبر مدهش. تدفع كام؟ عبد السلام النابلسي واحد من أهم المضحكاتية اللي رسموا شخصية خاصة جداً بيهم وكاركتر مميز عليه بصمتهم الفريدة، وقدر من خلال حركاته وإفهاته إنه يسيب علامة محدش قدر لا قبله ولا بعده يعمل زيها، عشان يفضل في تاريخ السينما المضحكاتي الجميل صاحب الشخصية المتفردة عبد السلام النابلسي.